لو زيت عربيتك بينقص وبتضطر تزوده كل شويه، ففي الفيديو ده هقول لك الاسباب وهل ده طبيعي ولا في مشكله. كمان هقول لك الحلول اللي تريحك وتوفر عليك. يلا بينا نبدا. واول حاجه هنتكلم عنها الاسباب، وهم في العموم 10 اسباب. واول سبب هو الجوانات، والجوانات بتبقى سبب من اسباب تسريب زيت الموتور، وليها 7 اماكن. اول مكان هو جوان غطا التكيهات. لو لقيت اثار زيت موجوده على الموتور من ناحيه غطا التكيهات، فده معناه انك محتاج تفك غطا التكيهات وبعديها تغير الجوان عشان تحافظ على زيت الموتور من النقص اللي بيحصل. وتاني مكان هو جوان كارتير الزيت، وده عشان تطمن من ناحيته يبقى بص تحت العربيه. لو بتلاقي تسريب زيت واضح على الارض يبقى لازم تروح للميكانيكي فورا يكشف عليه، لان ممكن يكون الجوان محتاج يتغير. وثالث مكان هو جوان وش السلندر، وده لو الجوان فيه مشكله ممكن يسرب الزيت للريداتير، وسبب تلفه هو سخونه العربيه وارتفاع درجه حراره الموتور زياده عن الطبيعي، فلازم تروح للميكانيكي يكشف عليه. لو اتاكد ان هو السبب لازم يغيره. ورابع مكان هو طب تفريغ الزيت، ممكن تكون الطبه بايظه ومحتاجه تتغير، وده مش هيكلفك كتير، ولازم كل مره تغير فيها الزيت لازم تخلي الفني يبص عليها عشان لو فيها مشكله تلحق تعملها وتلحق تغيرها. وخامس مكان هو الأولسي او جوان عمود الكرنك اليمين. وسادس مكان هو الجوان بتاع عمود الكرنك الشمال، وده ممكن يكون فيه مشكله ومحتاج يتغير. الحل هنا برضو انك تحل المشكله في اسرع وقت عشان تحافظ على زيت الموتور طبعا من النقصان. ولو عربيتك دفع خلفي فلازم تراجع على الفبره اللي بتبقى على الجوان الامامي. وتاني سبب ان ترومبه الزيت ضعيفه. لو الترومبه مش بتوزع الزيت كويس فالحراره هتزيد والموتور هيبدا ياكل زيت اكتر. فالحل هنا انك تكشف على ضغط الزيت وتغير الترومبه لو ضعيف. ثالث سبب ان في ناس كتير بتحط زيت مش متوافق مع العربيه، يا خفيف زياده يا تقيل زياده. والحل هنا لازم تراجع كتالوج عربيتك وتشوف اللزوجه المناسبه لعربيتك وتتبع التعليمات. وفي حاله انك عامل عمره او مغير شورت او ماشي كيلوهات كتير فلازم برضه تشوف اللزوجه المناسبه. والسبب الرابع انك بتتاخر في تغيير الزيت. لو بتتاخر في تغيير الزيت فاللزوجه بتضعف والزيت بيتاكل اسرع. الحل انك تغير الزيت في ميعاده، ويفضل قبل ميعاده ب1000 كيلو عشان تحافظ على موتور عربيتك اطول فتره ممكنه. والسبب الخامس هو الفلاتر. فقبل ما اقول لك اتمنى تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وكمان تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس والكل منه يستفيد. وهنا لازم تغير فلتر الزيت مع كل غيار زيت عشان لو مسدود هيضغط على دوره الزيت، وبرضه تغير فلتر الهواء في ميعاده عشان ده مكان تنفس الموتور. لو مسدود درجه حراره الموتور هتعلى وده هيساعد على تاكل الزيت، فلازم تغيرهم في مواعيدهم. والسبب السادس هو ان الزيت مغشوش او مضروب، في زيوت شكلها اصلي بس مضروبه او تاريخ الانتاج بتاعها قديم. الحل انك تشتري زيت موثوق منه وتتاكد من تاريخ الانتاج، عشان لو تاريخ الانتاج منتهي الصلاحيه فالزيت بيتبخر معاك بسرعه وهيحصل رواسب في الموتور وهيرفع من درجه حراره الموتور، وساعتها هتشك ان الموتور بيرشح زيت او بل في التبخير فيه مشكله. والسبب السابع هو اسلوب سواقه. لو بتسوق العربيه بعنف او بتجري على سرعات عاليه لمسافات طويله فالحل انك لازم تراقب الزيت باستمرار، عشان كده انت بتاكل زيت عربيتك بنفسك، بالذات لو بتجري بالعربيه او بتسافر كتير او بتسوق في زحمه كتير برضه. والسبب الثامن هو بلف التبخير او ما يسمى البي سي في. لو بلف التبخير بايظ هيساعد على نقصان الزيت، وهنا معدل فقدان الزيت مش هيبقى كتير قوي، يعني مثلا كل 3000 كيلو هينقص نص لتر او لتر الا ربع بالكتير. ومن علامات تلف بلف التبخير او البي سي في ان البوجيهات هتلاقي عليها زيت او عوادم بس بسيطه جدا، وممكن كمان ما تبقاش ملحوظه. والحل انك تراجع على البلف، ممكن يكون محتاج يتنضف او يتغير، وده على فكره سعره بسيط ومش غالي. والسبب التاسع هو سخونه الموتور. لما الموتور منك يسخن اكتر من الطبيعي الزيت بيتبخر اسرع، وده كمان بيأثر على الجوانات. والحل هنا انك تتاكد من سلامه دوره التبريد، الرادياتير والمروح والترموستات. لو عايز اقول لك ان عربيتك لو معديه ال 100000 او ال 150000 كيلو فالزيت هيقل شويه، ده ممكن يكون عادي تهريب الزيت داخل الموتور، وده تعرفه لما تلاقي دخنه زرقاء طالعه من الشكمان، فده معناه ان الزيت بيتحرك جوه الموتور، وده معناه ان عندك مشكله في الشنابر او جلد الصبابات. والحل في الحاله دي الكشف على الموتور، وغالبا هتبقى محتاج توضيب جزئي او تغيير جلد الصبابات، فلازم تراجع مع الفني في اقرب وقت. في ناس بتستهين بنقص زيت الموتور بس اللي ما يعرفوش ان الاهمال البسيط ده ممكن يبوظ الموتور ويكلفك كتير. والمهم انك تراقب زيت عربيتك وتفحصه بشكل منتظم، لان الوقايه دايما ارخص بكتير من التصليح. ولو شايف ان الفيديو دوت ممكن يفيد غيرك ابعتوا له، ما تنساش تشترك في القناه وتسيب رايك في الكومنتات عشان نفضل دايما سابقين المشكله بخطوه. سلام.